هنري فورد صاحب شركة فورد كان عنده عشاء في يوم من الأيام مع 2 مرشحين إن هما يشتغلوا عنده. الاتنين متخرجين من نفس الجامعة، ليهم نفس GPA، نفس المجموع التراكمي، الاتنين عباقرة. اتعشى معاهم، وهم بعد ما خلصوا العشاء وهم طالعين من الباب سلم على واحد منهم، قال له انت اتعينت وهتبقى معانا من بكرة، والتاني شكرا على المقابلة وشكرا ان احنا اتعشينا مع بعض، ولكن انت مش هتبقى معانا. فاللي اترفض وشكره وقال له مش هتبقى معانا استجمع شجاعته كده وقال له ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ قال له اتفضل. قال له انت على اي اساس رفضتني؟ وقال لهنري فورد حضرتك احنا ما اتكلمناش في الهندسة، ما اتكلمناش عن العربيات، ما اتكلمناش عن الجامعة، وكل اللي احنا اتكلمنا فيه كان عبارة عن مواضيع عامة، فليه انت عينت زميلي وما عينتنيش انا؟ قال له انت طلبت قطعة لحمة وزميلك برضو طلب قطعة لحمة. زميلك داق اللحمة وبعدين حط عليها ملح، انت حطيت الملح على اللحمة قبل ما تدوقها. وقال له انا بحب الاشخاص اللي بيجربوا الحاجة قبل ما يحاولوا ان هم يغيروها، وده السبب الاولاني. السبب التاني بقى ان زميلك كان بيقول للويترز شكرا واتفضل ولو سمحت وميرسي، اما حضرتك كنت بتكلمني انا بس بتهذيب وادب وبتقولي حضرتك اتعاملت مع الويترز كأنك مش شايفهم قدامك خالص، وبالتالي زميلك اتعامل بأدب وتهذيب وأخلاق مع الناس اللي أقل منه، ولكن انت اتعاملت مع اللي أعلى منك بأدب وتهذيب، بس اللي أقل منك انت ما شفتهمش. فالليدر اللي هيشتغل عندي مش لازم يبص للناس على أساس التفاوت ما بينهم في الوظائف، ولكن يبص ليهم كأنهم بشر، والبشر دول مؤثرين في المجتمع ومؤثرين في المؤسسة اللي أنا هشغلك فيها لو كنت أنت أثبت أن أنت تستحق. فبالتالي زميلك هو اللي يستحق الشغلانة دي، وده السبب التاني والأهم من السبب الأولاني. طريقة تفكير جميلة جدا، محترمة، عقلية فوق الوصف. وشكرا. انتوا ايه رأيكم بقى؟